اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسبوسة بالمكسرات، كل سنة وانتم طيبين. حلويات رمضان. بسبوسة بدقيق السميد، عمرها ما تفشل معاكي ان شاء الله مرة تاني. خلاص هتبقى سهلة عليكي وهتعمليها احلى من الحلواني. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ في المكونات. اول حاجة هجيب كوباية الا ربع سكر. الفنجان اللي هنستعمله او المج اللي هنستعمله هنعاير بيه كل المقادير. كوبايتين من دقيق السميد. تستعملي دقيق سميد بقى خاشن ناعم زي ما انت تحبي، بس اهم حاجة تكون جودته كويسة جدا. بعد كده هتضيفي كوباية الا ربع جوز هند. جوز الهند يكون خشن ويكون كامل الدسم عشان ريحته تبقى قوية جدا، وطبعا يكون حاجة جديدة. هنضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر او معلقة كبيرة ممسوحة وهو نفس المقدار. بعد كده رشة فانيليا. تقلبي كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا. بعد كده هتجيبي في نفس الفنجان اللي عيرنا بيه كل المكونات هنجيب كوباية سمنة. السمنة تكون سايحة. تنزليها على كل المكونات الجافة اللي انت شفتيها دي. هتبدأي تقلبي كويس جدا جدا. تقليب السمنة كويس جدا مع دقيق السميد والمكونات الجافة دي لحد ما كل حباية من البسبوسة او من الدقيق ده تكون اتغلفت بسمنة. هو ده اللي بيطلع البسبوسة معاكي ناجحة جدا وحلوة جدا وطرية، وكمان هتكون بتشرب الشربات كويس جدا. بعد ما تقلبيها كويس جدا هي مش هتحتاج كمان تقليبك بايديها، هي بالمعلقة بس. هتضيفي كوباية لبن نفس المقدار الفنجان اللي ضفناه. كده الخليط معاكي ممتاز جدا. هنجيب صينيه دهنينها بسمنه. لو عندك طحينه كمان صينيه بطحينه وسمنه مفيش مشكله، بتديها لون حلو جدا. هتبداي تنزلي الخليط في الصينيه وتفرديها. دي اصغر مقال كوبايتين، دي كوبايتين السميد اللي انا استعملتهم ده. كف اصغر مقاس صينيه بسبوسه في الطقم، يعني هو ممكن تكون مقاس 20 او حاجه زي كده. هي حجمها صغير. لو انتي عايزه تضاعفي الكميه كبري الكوبايه بقى. نفس المقادير الكوبايه تمشي عليها كلها. تبداي تخبطيها كده كويس جدا لحد ما تسويها. وشها كله يتفرد. بعد كده هنجيب لوز زي ما انتي عايزه تحبي، بس هو اللوز بيبقى احلى حاجه مع البسبوسه. في ناس بتحب تحط لها بندق، انا بحب اللوز عليها. ترصي اللوز بقى زي ما انتي تحبي كده بالطريقه اللي تعجبك. وبعد كده هتدخليها الفرن طبعا تكوني مسخناه من اول ما بدات شغلي فيها. احنا لحد دلوقتي لسه ما عملناش الشربات. تبداي تدخليها في الفرن على الرف الوسطاني. الفرن يكون شغال من تحت بس. لحد ما تبدأ تاخد لون كويس جدا من الجوانب. بعدين تبدأي تفتح عليها الشواية. هتطلع معاكي حلوة جدا. في أثناء ما هي بتستوي نبدأ نحضر الشربات. شربات البسبوسة بقى مش بيبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي. هتحطي له كوباية سكر، عليها كوباية مية، كوباية ونص سكر عليها كوباية ونص مية. المقدار مظبوط، نفس المية هي نفس السكر. بعد كده بتقلبي. هو طبعا ده مش بيسكر معاكي نهائي لان هو خفيف ومظبوط. دايما الشربات اللي بيسكر هو الشربات اللي بيبقى المية اقل من السكر. انا رفعت الشربات على النار لان البسبوسه بتاخد شربات سخن معروف. بحضر لها كريمه. انتي عايزه تحضري لها كريمه حضري لها دي كريم شانتيه من غير سكر. ضربة مية ومعلقة لبن بودرة بس، ما فيش اي حاجة. مش حاطه لها سكر طبعا عشان البسبوسة مليانة سكر. فده كأنك بتاكلي قشطة. طلعتها هنا بسم الله ما شاء الله، شايفة لونها ذهبي وحلوة جدا ازاي. ارتفعت معايا ومستوية. هبدأ انزلها الشربات، هي تاخد كل كمية الشربات اللي احنا عملناها. هتطلع حلوة جدا معاكي وطرية، وكمان سكرها مظبوط يعني مش هتاكليها تجزعي. اول ما تلاقي البسبوسة بتشرب الشربات كده يبقى البسبوسة دي بتاعها حلو، والبسبوسة نفسها ناجحة معاكي وممتازة. خطوة بقى مهمة بتخلي البسبوسة معاكي طرية وحلوة جدا. بعد ما تشربيها الشربات هاتي صينية، هاتي فوطة، هاتي اي حاجة وغطيها بيها. سيبيها قد 10 دقايق ربع ساعة. شايفة طرية وحلوة ازاي. هي دي البسبوسة اللي بتطلع مرملة وتحفة جدا. هنبدأ بقى نقطعها. فكرة انا سايبها يمكن حوالي نص ساعة او مثلا ربع ساعة. وبعد كده اخدت الخطوة دي معاكم بقطعها اهو. هتطلع معاكي حلوة جدا، بس هي طبعا بس لسه سخنة فهتلاقيني وانا بقطعها القطعة بتفرول منك، لكن اول ما بتبرد بتبقى بصي طالعة القطعة بقطعتها تحفة جدا. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلي على الرسول، تكتبي لي كومنت حلو، تشتركي في القناة عشان يوصلك مني وصفات كتيرة حلوة جدا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. كمان لو انتي حابة تزينيها نزينها بالكريمة زي ما قلتلك. الكريمة دي انا عاملاها قوامها تقيل جدا جدا كأنك بتاكلي قشطة. لو انتي عندك قشطة بلدي هتبقى حلوة جدا عليها، حط لها قشطة خلاص مش لازم كريمة.
بس الكريمه مديه طعمها حلو قوي، عامله زي البسبوسه اللي بنشتريها من محلات الحلواني كده بالكريمه. الكريمه نفسها قشطيه. بألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.